بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في هذه الحياة تحت ظل لا إله إلا الله، وأن يجعل آخر كلامنا فيها لا إله إلا الله، ثم يجمعنا أخرى سرمدية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أشهد الله الذي لا إله إلا هو على حبكم فيه، ولعلكم تلحظون ذلك، فالوجه يعبر عما في النفس، والنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. اللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك، اللهم لا تعذب ألسنة تخبر عنك، اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقاك، اللهم لا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحسن الظن إخوتي بي إذ دعوني فأجبت الدعوة، وما حالي وحالكم هذه الليلة إلا كبائع زمزم على أهل مكة، أو كبائع التمر على أهل المدينة، أو كبائع السمك على أهل جدة. لكني أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني خيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن لا يؤاخذني بما تقولون. يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة الفرقان، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوانحي ولساني. هكذا علمتني الحياة، أي حياة تعلم، وأي حياة تدرس، وأي حياة تربي أيها الأحبة. أهي حياة اللهو واللعب؟ أهي حياة العبث واللعب؟ أهي حياة الضياع والتيه؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمد. إنها الحياة في ظل العقيدة الإسلامية، إنها الحياة التي تجعلك متفاعلا مع هذا الكون، تتدبر فيه وتتفكر. حياة على الحق نعم الحياة، وبئس الحياة إذا لم نحق.
إنها الحياة الحقيقية، حياة تحت ظل الإسلام، تعلم وتربي وتدرس، حياة على الهدى والنور، حياة الحبور والنعيم والسرور. من عاش تحت ظلها عاش في نور وعلى نور، ومات على نور، ولقي الله بنور، وعبر الصراط ومعه النور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا جاء يوم القيامة وقسمت الأنوار بين المؤمنين والمنافقين، عندما توضع الأقدام على الصراط يتبين من بكى ممن تباكى. سرعان ما تنطفئ أنوار المنافقين فهم في ظلمات لا يبصرون، ينادون: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. في تلك اللحظات وفي هذه الساعات يكون المؤمنون قد عبروا بنورهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فلا يرضى المؤمنون إلا بجوار الرحمن في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستويان مثلا؟ كلا وألف كلا. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. لا يستوي عاقل كلا وذو سفه، لا والذي علم الإنسان بالقلم. هل يستوي من على حق تصرفه ومن مشى تائها في حالك الظلم؟ لا يستوون أبدا. أحبتي في الله، الحياة في ظل العقيدة مدرسة، وأي مدرسة؟ عظات وعبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإليكم هذه الليلة أزف بعض دروس علمتنيها الحياة تحت ذلك الظل، وهي تعلم كل شخص كان من هذه الأمة إن كان له قلب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنظر الثاقب والبصيرة النافذة والعظة والاعتبار، وأن يظلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. علمتني الحياة في ظل العقيدة الإسلامية أن توحيد الله هو محور الرسالات السماوية ومحور حياة الإنسان الحق. فقيمة الإنسان تظهر عندما يجعل ربه محور حياته، فيستعبد كل ذرة من ذرات جسده، وكل حركة من حركاته، وكل سكنة من سكناته، ونفسه لله رب العالمين. فصلاته لله، ونسكه لله، وحياته لله، وموته لله. شعاره: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك تتفق وجهة الكون مع وجهة هذا الإنسان، تتفق وجهة الإنسان مع هذا الكون الذي يعيش فيه. فالكون يا أيها الأحبة كله مطيع لله جل وعلا، خاضع لسلطان الله، مسبح بحمد الله. فإذا تمرد العبد على ربه أصبح نشازا في هذا الكون، إذا تمرد هذا العبد أصبح شاذا في هذا الكون الهائل المتجه إلى الله وحده بالطاعة والخشوع والخضوع. فالكون كله في اتجاه، وهو في اتجاه مضاد، ومن كفر فعليه كفره. خلق الله سوانا كثير وكثير وكثير، لا يعلمهم إلا خالقهم سبحانه وبحمده. وطاعتك أيها العبد لك، ومعصيتك أيها العبد عليك، ولن تضر الله شيئا. في صحيح مسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن توحيد الله هو نقطة البداية في حياة المسلم والأمة، وأن التوحيد هو كذلك نقطة النهاية في حياة المسلم والأمة. من ضل عنه خسر الدنيا والآخرة، فهو أضل من حمار أهله، قلبه لا يفقه وعينه لا تبصر وأذنه لا تسمع، بهيمة في مسلاخ بشر، حياته ضنك وسعيه مردود وذنبه غير مغفور. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نعوذ بالله من النار. وفي المقابل من ظفر بتوحيد الله جل وعلا فقد ربح الدنيا والآخرة وسعد الدنيا والآخرة، فسعيه مشكور وذنبه مغفور وتجارته لن تبور. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. العز في كنف العزيز، العز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن بلسم الجراحات هو الإيمان بالقضاء والقدر. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قد علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. علم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليه. فرضي الله عنه وسعد في حياته وأخرى، واطمأن قلبه وسكنت روحه، فهو في نعيم وأي نعيم. في الموقف العظيم يوم يقول الله للناس وهم يذوقون في عرصات القيامة، يقول لأناس من بين الخلائق جميعهم: ادخلوا الجنة بلا حساب. فيقولون: يا ربنا ويا مولانا قد حاسبت الناس وتركتنا. فيقول: قد حاسبتكم في الدنيا، وعزتي وجلالي لا أجمع عليكم مصيبتين، ادخلوا الجنة. فيتمنى أهل الموقف أن لو قرضوا بالمقاريض لينالوا ما نال هؤلاء من النعيم. في الصحيح أن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: ما لعبدي المؤمن عندي من جزاء إذا قبضت صفيه وخليله من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ويا له من جزاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الصحيح أن الله عز وجل كما في الحديث القدسي يقول لملائكته: قبضتم ابن عبد المؤمن، قبضتم ثمرة فؤاده وهو أعلم سبحانه وبحمده. فتقول الملائكة: نعم. فيقول: وماذا قال وهو أعلم جل وعلا؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحوادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. مروا بيزيد بن هارون عليه رحمة الله وقد عمي وكانت له عينان جميلتان قل أن توجد عند أحد في عصره مثل تلك العينين. فقالوا له وقد عمي ما فعلت العينان الجميلتان يا ابن هارون؟ فقال ذهب بهما بكاء الأسحار وإني لأحتسبهما عند الله الواحد الغفار. فالإيمان بالقضاء والقدر نعمة على البشر وبلسم وظل وارف من الطمأنينة وفيض من الأمن والسكينة ووقاية من الشرور وحافز على العمل وباعث على الصبر والرضا. والصبر مر مذاقه لذيذة عاقبته صبرت ومن يصبر يجد غب صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم. فاحرص على ما ينفعك وارض بما قسم الله لك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. علمتني الحياة في ظل العقيدة أنه كما تدين تدان وكما تزرع تحصد والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. إن زرعت خيرا حصدت خيرا وإن زرعت شرا حصدت مثله وإن لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. ها هو رجل كان له عبد يعمل في مزرعته فيقول هذا السيد لهذا العبد يقول له ازرع هذه القطعة برا وذهب وتركه. وكان هذا العبد لبيبا عاقلا فما كان منه إلا أن زرع القطعة شعيرا بدل البر. ولم يأتي ذلك الرجل إلا بعد أن استوى وحان وقت حصاده فجاء فإذا هي قد زرعت شعيرا فما كان منه إلا أن قال أنا قلت لك ازرعها برا لم زرعتها شعيرا؟ قال رجوت من الشعير أن ينتج برا. قال يا أحمق أو ترجو من الشعير أن ينتج برا؟ قال يا سيدي أفتعصي الله وترجو رحمته أفتعصي الله وترجو جنته؟ ذعر وخاف واندهش وتذكر أنه إلى الله قادم فقال تبت إلى الله وأبت إلى الله أنت حر لوجه الله. كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي المقابل ولا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ها هو رجل كان له أب قد بلغ من الكبر عتيا وقام على خدمته زمنا طويلا ثم مله وسئمه فما كان منه إلا أن أخذه في يوم من الأيام على ظهر دابة وخرج به إلى الصحراء. ويوم وصل إلى الصحراء قال الأب لابنه يا بني ماذا تريد مني هنا؟ قال أريد أن أذبحك. لا إله إلا الله، ابن يذبح أباه؟ قال أهكذا جزاء الإحسان يا بني؟ قال لا بد من ذبحك فقد أسأمتني وأمللتني. قال إن كان لا بد يا بني فاذبحني عند تلك الصخرة. قال أبتاه ما ضرك أن أذبحك هنا أو أذبحك هناك؟ قال إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند تلك الصخرة فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان ولا يظلم ربك أحدا. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن العقيدة قوة عظمى لا يعدلها قوة مادية بشرية أرضية أيا كانت هذه القوة. والأمثلة على ذلك كثيرة وبالمثال يتضح المقال. ها هي جموع المسلمين وعددها 3000 في مؤتة تقابل 200,000
بقلوب ملؤها العقيدة. يقول قائل المسلمين: والله ما نقاتلهم بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين. فسل خالدا كم سيف اندق في يمينه يجبك خالد إن دق في يميني 9 أسياف. وسل خالدا ما الذي ثبت في يده وهو يضرب الكافرين يجبك إنها صحيفة يمانية ثبتت في يده. انظر إليه يوم يقبل 200,000 مقاتل إلى 3,000 ليهجموا عليهم هجمة واحدة. يوم يأتي بعض المسلمين ويرى هذه الحشود فيقول لخالد: يا خالد إلى أين الملجأ؟ أإلى سلمى وأجا؟ فتذرف عيناه الدموع وينتخي ويقول: لا إلى سلمى ولا إلى أجا ولكن إلى الله الملتجى. فينصره الله الذي التجأ إليه سبحانه وبحمده. بربك، هل هذه قوة جسدية في خالد بن الوليد؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمد إنها العقيدة وكفى. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. وها هو صلاح الدين في عصر آخر غير ذلك العصر، صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله. تأتيه رسالة على لسان المسجد الأقصى وقد كان أسيرا في يد الصليبيين يوم ذاك. تقول الرسالة: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فينتخي صلاح الدين ويقودها حملة لا تبقي ولا تذر، ويشحذ الهمم قبل ذلك، فيمنع المزاح في جيشه ويمنع الضحك في جيشه، ويهيئ الأمة لاسترداد المسجد الأقصى الذي هو أسير في يد الصليبيين يوم ذاك. ثم يقودها حملة لا تبقي ولا تذر، فيكسر شوكتهم ويعيد الأقصى بإذن الله إلى حظيرة المسلمين. ثم ماذا بعد صلاح الدين يا أيها الأحبة؟ عادوا بعد صلاح الدين بفترة يوم تخلى من تخلى عن مبادئ صلاح الدين، عادوا فاحتلوه وذهبوا إلى قبر صلاح الدين ورفسوه بأرجلهم وقالوا: ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين. وهم ينشدون: محمد مات خلف بنات. فما الحال الآن يا أيها الأحبة؟ إن ما يجري هناك لتتفطر له الأكباد. إن المسجد الأقصى بلسان حاله ليصيح في الأمة المسلمة: هل من صلاح؟ هل من عمر؟ هل من صلاح؟ هل من عمر؟ فلا أذن تجيب ولا قلوب تجيب. أواه أواه، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه، فأصابتنا شظاياه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا. وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها، عمن بناه لعل الصخر ينعاه. هذه معالم فرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. لا در امرئ يطري أوائله فخرا، ويطرق إن سألته ماه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. وها هو ألب أرسلان، ذلكم الفتى المسلم الشجاع المؤمن بالله، كان عائدا من إحدى معاركه متجها ببقية جيشه إلى عاصمته خراسان. سمع به إمبراطور القسطنطينية رومانوس، فجهز جيشا قوامه 600,000 مقاتل. والله ما جمعوا هذه الجموع إلا بقلوب ملؤها الخور والضعف والهون. جاء الخبر لأرسلان ومعه 15,000 مقاتل في سبيل لا إله إلا الله. وانظروا ووازنوا بين الجيشين، 600,000 تقابل 15,000 مقاتل.
بمعنى أن الواحد يقابل 400. هل هذه قوى جسدية؟ إنها قوى العقيدة وكفى يا أيها الأحبة. نظر هذا الرجل في جيشه، جيش منهك من القتال، ما بين مصاب وما بين جريح، قد أنهكه السير الطويل. فكر وقدر ونظر في جيشه، أيترك هذا الجيش ليدخل بلاده ويعيث فيها الفساد، أم يجازف بهذا الجيش 15,000 مقابل 600,000؟ فكر قليلا ثم هزه الإيمان، وخرجت العقيدة لتبرز في مواقفها الحرجة، فدخل خيمته وخلع ملابسه وحنط جسده، ثم تكفن وخرج إلى الجيش وخطبهم قائلا: إن الإسلام اليوم في خطر، وإن المسلمين كذلك، وإني لأخشى أن يقضى على لا إله إلا الله من الوجود. ثم صاح: وإسلاما وإسلاما، ها أنا ذا قد تحنطت وتكفنت، فمن أراد الجنة فليلبس كما لبس، ولنقاتل دون لا إله إلا الله حتى نهلك أو ترفع لا إله إلا الله. فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم ضباه أخدع كل مائل، فهذا دواء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. وما هي إلا ساعة ويتكفن الجيش الإسلامي كله، وتفوح رائحة الحنوط، وتهب رياح الجنة، وتدوي السماوات بصيحات: الله أكبر، يا خيل الله اثبتي، يا خيل الله اركبي، لا إله إلا الله. هل سمعتم بجيش مكفن؟ هل سمعتم بجيش لبس ثياب حشره قبل أن يدخل المعركة؟ هل شممتم رائحة حنوط 15,000 مسلم في آن واحد؟ هل تخيلتم صورة جيش كامل يسير إلى معركة يظن يثق أنه من على أرضها يكون بعثه يوم ينفخ بالصور؟ التقى الجمعان واصطدمت الفئتان، فئة تؤمن بالله وتشتاق إلى لقاء الله، وفئة تكفر بالله ولا تحب لقاء الله، ودوت صيحات: الله أكبر. واندفع كل مؤمن ولسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. تطايرت رؤوس وسقطت جماجم وسالت دماء، وفي خضم المعركة إذ بالمنادي ينادي مبشرا: انهزم الرومان وأسر قائدهم رومانوس. الله أكبر، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر جنده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ذهب من جند الله كثير وكثير نحسبهم شهداء، وبقي الباقون يبكون على ما فاتهم من غنائم، لا والذي رفع السماء بلا عمد، لكنهم يبكون لأنهم مضطرون إلى خلع أكفانهم وقد باعوا أنفسهم من الله. أما القائد المسلم فبكى طويلا وحمد الله حمدا كثيرا، وبقي يجاهد حتى لقي الله بعقيدة لا يقف في وجهها أي قوة. ويوم حلت به سكرات الموت كان يقول: آمال لم تنل، وحوائج لم تقضى، وأنفس تموت بحسراتها. كان يتمنى أن يموت تحت ظلال السيوف، ولكن شاء الله له أن يموت على الفراش. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند، فتعرف يا ابن أمي في العقيدة. يا أخ الإسلام في الأرض المديدة، ما حياة المرء من غير عقيدة، وجهاد وصراعات عنيدة، فهي طوبى واختبارات مجيدة. فانطلق وامض بإيمان وثيق، وإذا ما مسك الضر صديقي، فلأننا قد مشينا في الطريق. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن من حفظ الله حفظه الله، ومن وقف عند أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم التجاوز حفظه الله. من حفظ الرأس وما قعى والبطن وما حوى حفظه الله. من حفظ ما بين فكيه وما بين رجليه حفظه الله. من حفظ الله في وقت الرخاء حفظه الله وقت الشدة. من حفظ الله في صباه حفظه الله عند ضعفه وقوته، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ها هو الإمام الأوزاعي، ذلكم الإمام العابد المحدث الورع الفقيه. يدخل عبد الله بن علي، ذلكم الحاكم العباسي، دمشق في يوم من الأيام، فيقتل فيها 38,000 مسلم،
ثم يدخل الخيول مسجد بني أمية، ثم يتبجح ويقول: من ينكر علي؟ من ينكر علي فيما أفعل؟ قالوا: لا نعلم أحدا غير الإمام الأوزاعي. فيستدعيه، فيذهب من يذهب ليستدعيه، فعلم أنه الامتحان، وعلم أنه الابتلاء، وعلم أنه إما أن ينجح ونجاح ما بعده رسوب، وإما أن يرسب ورسوب ما بعده نجاح. فماذا كان من هذا الرجل؟ قام واغتسل وتحنق وتكفن ولبس ثيابه من على كفنه، ثم أخذ عصاه في يده، ثم اتجه إلى من حفظه في وقت الرخاء فقال: يا ذا العزة التي لا تضام والركن الذي لا يرام، يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه، أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيت، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم ينطلق وقد اتصل بالله سبحانه وتعالى انطلاقة الأسد إلى ذاك قد صف وزراءه وصف سماطين من الجلود يريد أن يقتله وأن يرهبه بها. قال: فدخلت، ويوم دخلت وإذا السيوف مصلته، وإذا الصماط معد، وإذا الأمور غير ما كنت أتوقع. قال: فدخلت والله ما تصورت في تلك اللحظة إلا عرش الرحمن بارزا، والمنادي ينادي: فريق في الجنة وفريق في السعير، فوالله ما رأيته أمامي إلا كالذباب، والله ما دخلت بلاطه حتى بعت نفسي من الله جل وعلا. قال: فانعقد جبين هذا الرجل من الغضب، ثم قال: أأنت الأوزاعي؟ قال: يقول الناس أني الأوزاعي. قال: ما ترى في هذه الدماء التي سفكنا؟ قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن عباس وعن ابن مسعود وعن أنس وعن أبي هريرة وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: فتلمض كما تتلمض الحية. قال: وقام الناس يتحفزون ويرفعون ثيابهم لئلا يصيبهم دمي. قال: ورفعت عمامتي ليقع السيف على رقبتي مباشرة. قال: وإذ به يقول: وما ترى في هذه الدور التي اغتصبنا والأموال التي أخذنا؟ قال: سوف يجردك الله عريانا كما خلقك، ثم يسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فإن كانت حلالا فحساب، وإن كانت حراما فعقاب. قال: فانعقد جبينه مرة أخرى من الغضب. قال: وقام الوزراء يرفعون ثيابهم. قال: وقمت لأرفع عمامتي ليقع السيف على رقبتي مباشرة. قال: وإذ به تنتفخ أوداجه ثم يقول: اخرج. قال: فخرجت فوالله ما زادني ربي إلا عزة. ذهب وما كان منه إلا أن سار في طريقه إلى الله عز وجل حتى لقي الله جل وعلا بحفظه سبحانه وتعالى. ثم جاء هذا الحاكم ومر على قبره بعد أن توفي، فمر ووقف عليه وقال: والله ما كنت أخاف أحدا على وجه الأرض كخوف هذا المدفون في هذا القبر، والله إني كنت إذا رأيت الأسد بارزا. اعتصم بالله وحفظ الله في الرخاء فحفظه الله بالشدة، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وها هو الأسود العنسي، والأمثلة كثيرة. ويا أيها الأحبة، ما ندري أنحن مقبلون على مرحلة عزة وتمكين أم نحن مقبلون على مرحلة ابتلاء؟ يجب أن نحفظ أنفسنا ونحفظ الله عز وجل وحدوده وأوامره ونواهيه في الرخاء ليحفظنا سبحانه وبحمده في وقت الشدة. ولا بد من الابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ها هو الأسود العنسي، ذلكم الساحر القبيح الظالم الذي ادعى النبوة باليمن. يجتمع حوله اللصوص وقطاع الطرق ليكونوا فرقة تسمى فرقة الصد عن سبيل الله جل وعلا، ليذبح الدعاة في سبيل الله. ذبح من المسلمين من ذبح، وأحرق منهم من أحرق، وطرد منهم من طرد، وهتك أعراض بعضهم، وفر الناس بدينهم. عذب من الدعاة من عذب، وكان من هؤلاء أبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله ورضوانه.
عذبه فثبت كثبات سحرة فرعون، حاول أن يثنيه عن دعوته، قال كلا والذي فطرني لن أقف، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فما كان منه إلا أن جمع الجموع كلها وقال لهم إن كان داعيتكم على حق فسينجيه الحق، وإن كان على غير ذلك فسترون. ثم أمر بنار عظيمة فأضرمت، ثم جاء بأبي مسلم الخولاني عليه رحمة الله فربط يديه وربط رجليه ووضعوه في مقلاع، ثم نسفوه في لهيب النار ولظاها. إن هذه النار كما يقولون كان يمر الطير من فوقها من عظم ألسنة لهبها فتسقط الطيور في وسطها، وهو بين السماء والأرض لم يذكر إلا الله جل وعلا، كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ليسقط في وسط النار. كادت قلوب الموحدين أن تنخلع وكادت أن تتفطر، وانتظروا والنار تخبو شيئا فشيئا فشيئا، وإذ بأبي مسلم قد فكت النار وثاقه، ثيابه لم تحترق، رجلاه حافيتان يمشي بهما على الجمر ويتبسم. ذهل الطاغية وخاف أن يسلم من بقي من الناس، فقام يتهددهم ويتوعدهم. أما هذا الرجل فانطلق إلى المدينة النبوية إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، ويصل إلى المسجد ويصلي ركعتين، ويسمع عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا الرجل، فينطلق إليه ويأتي إليه ويقول أأنت أبو مسلم؟ قال نعم. قال أأنت الذي قذفت في النار وأنقذك الله منها؟ قال نعم. فيعتنقه ويبكي ويقول الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام. من حفظ أبي مسلم؟ من حفظ أبا مسلم؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو، حفظ الله عز وجل فحفظه الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وها هو ابن طولون وال من ولاة مصر، ولا زالت مصر ترزأ بظالم وراء ظالم، ونسأل الله أن يفرج عن إخواننا في كل مكان. هذا الوالي يا أيها الأحبة ما كان منه إلا أن قتل 18,000 مسلم في تلك الأرض، وقتلهم بقتلة هي أبشع أنواع القتل، حبس عنهم الطعام والشراب حتى ماتوا جوعا وعطشا. فسمع أبو الحسن الزاهد عليه رحمة الله فأقض مضجعه أن يسمع بإخوته يعذبون ثم لا يذهب، وقد سمع قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر. ذهب إليه وقال له اتق الله في دماء المسلمين، وخوفه بالله فأرغى وأزبد، وأمر بأن يسجن في سجن، وأمر بأسد أن يجوع لمدة 3 أيام. ثم جاء فجمع الناس جميعهم، ثم ما كان منه إلا أن جاء بهذا الرجل وجاء بذلك الأسد المجوع 3 أيام، جمع الناس كلهم، ثم قام هذا الرجل متصلا بالله الذي لا إله إلا هو، قام يصلي. أما الأسد فقد أطلقوه عليه، فانطلق الأسد حتى قرب منه ثم توقف، وقام ينظر إليه ويشمشمه ويسيل اللعاب على يديه، وفيها من الجراح ما فيها. فما كان من الناس إلا أن ذهلوا، وما كان من الطاغية إلا أن ذهل، وما كان من الأسد إلا أن رجع وهو جائع 3 أيام. من الذي حفظه إلا الله الذي يحفظ من يحفظه في وقت الرخاء. ما كان منهم إلا أن اجتمعوا بشيخهم وإمامهم بعد ذلك وقالوا يا أبا الحسن فيما كنت تفكر يوم قدم عليك الأسد؟ قال والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، ولا خفت مما منه تخافون، ولكني قلت أقول في نفسي ألعاب الأسد نجس أم طاهر لئلا ينقض وضوئي وأنا متصل بالله الذي لا إله إلا هو. حفظوا الله فحفظهم الله، وما اعتصم عبد بالله فكادته السماوات والأرض إلا جعل الله له منها فرجا ومخرجا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. علمتني الحياة في ظل العقيدة الإسلامية أن الظلم مرتعه وخيم، وأن الظلم يفضي إلى الندم،
وأنه ظلمات يوم القيامة، وأن الله لا يغفل عما يعمل الظالمون لكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. ها هم أهل قرية من القرى قبل وقت من الزمن نقص عددهم نتيجة الحروب التي كانت تقام بين القبائل لأتفه الأسباب، فما كان منهم إلا أن فكروا في أن يزيدوا عددهم، فاجتمعوا وعقدوا مؤتمرا لهم، وكان قائدهم في ذاك المؤتمر إبليس عليه غضب الله جل وعلا ونعوذ بالله منه. فاتفقوا على أن يرجع كل واحد من أهل هذه القرية فيقع على محارمه، يقع على أخته وعلى بنته ليكثر العدد. والحادثة معروفة ومشهورة، والقرية معروفة ومشهورة، وهي عبرة وعظة لكل من يعتبر. ما كان منهم إلا أن رجعوا من اجتماعهم، فمنهم من رجع إلى أهله ونفذ ما eجتمعوا عليه، ومنهم من رضي بذلك ولم يفعل، والراضي كالفاعل. ما كانت النتيجة أي ظلم يا أيها الأحبة وأي ظلمات، أن يقع الأب على ابنته، أو يقع الأخ على أخته، أو يقع المحرم على محارمه، إنه والله الظلم والظلمات. ماذا كان منهم؟ ويرسل الله عز وجل جنديا من جنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو. يخرج عليهم نمل، تقوم النملة فتلدغ الواحد منهم فيذبل ثم يذبل ثم يذبل ثم يموت، وهكذا واحدا وراء الآخر واحدا وراء الآخر. فما كان من أحدهم إلا أن أراد أن يفلس، سرق من أموالهم ما سرق، وجمع من الذهب والفضة ما جمع، ثم أخذه في وعاء معين، ثم حفر له تحت صخرة من الصخرات، ثم ما كان منه إلا أن علمه بهذه الصخرة وذهب هاربا إلى مكة، وبقي في مكة ردحا من الزمن، قيل إنها 20 سنة أو أكثر من ذلك. ثم تذكر ذلك الذي حصل، وذلك لم يبق في تلك القرية إلا النساء. فماذا كان يا أيها الأحبة؟ ما كان من هذا الرجل بعد 20 سنة إلا أن أرسل واحدا من أهل مكة، ما استطاع هو بنفسه أن يرجع إلى هناك، وقال: اذهب إلى ذاك المكان وستجد بالمكان الفلاني تحت الصخرة الفلانية وعاء فيه كذا وكذا، خذه وأتنا به ولك كذا وكذا. ذهب الرجل على وصفه وسأل عن المكان واستخرج ذلك الكنز وجاء به إليه في مكة. ويوم وصل به إلى مكة جاء ليفتحه، كان ذلك الرجل أمينا لم يغير فيه ولم يبدل، أخذه كما هو. وعندما فتحه وإذا بنملة على ظهره إذ بها تأتي فتقفز إلى أنفه فتلدغ فيذبل ثم يذبل ثم يموت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وها هو المعتمد حاكم بعض ولايات الأندلس، ذلكم الشجاع القوي المترف، يستعين به حاكم ولاية مجاورة غزا عليها أحد أعدائه، فيسرع المعتمد لنجدة ذلك الرجل، ويرجع ذلك الغازي مذكورا لما رأى جيوش المعتمد. هنا انتهت مهمة المعتمد، لكنه في ظلام الليل يقوم ليبث جيوشه في المدينة وحوالي قصر من استنجد به ويحتل المدينة، ويا له من مجير، والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أصيب ذلك الحاكم لأنه دعاه، أصيب بصدمة عنيفة شل منها، قبض عليه وعلى والده، وأخذت أمواله، وأودع السجن، وسبيت زوجاته وبناته، ثم أخرج من ولايته مهانا ذليلا. يقول أبوه: والله إن هذا بسبب دعوة مظلوم ظلمناه بالأمس. ثم يرفع يديه إلى من لا يغفل عما يفعل الظالمون قائلا: اللهم كما انتقمت للمظلومين منا فانتقم لنا من الظالمين. وتصعد الدعوة إلى من ينصر المظلوم. يظل المعتمد في ملكه فترة ينام والمظلوم يدعو عليه، وعين الله لم تنم، وتجتاحه دولة المرابطين في ليلة من الليالي وتأسره،
في آخر الليل يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، ويقضي حياته في أغماس في بلاد المغرب أسيرا حسيرا كثيرا، وأصبح بناته المترفات اللائي كن يخلط لهن التراب بالمسك ليمشين عليه، أصبحن حسيرات يغزلن للناس الصوف ما عندهن ما يسترن به سوآتهن، ويأتين أباهن يوم العيد في السجن يزرنه فيتأوه ويبكي وينشد وكان شاعرا فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءت العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. كم من دعوة مظلوم قصمت ظهر طاغية، والعدل أساس الملك ولا يظلم ربك أحدا. ها هو حمزة البسيوني الجبار الطاغية الظالم كان يقول للمؤمنين وهو يعذبهم وهم يستغيثون الله جل وعلا وما عذبوهم إلا أن آمنوا بالله، يقول لهم متبجحا: أين إلهكم الذي تستغيثون؟ لأضعنه معكم في الحديد جل الله وتبارك سبحانه وبحمده. ويخرج ويركب سيارته وظن أنه بعيد عن قبضة الله جل وعلا، وإذ به يرتطم بشاحنة ليدخل الحديد في جسده فما يخرجونه منه إلا قطعة قطعة، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لما أهين الإمام أحمد من قبل ابن أبي دؤاد رفع يديه إلى من ينصر المظلوم وقال: اللهم إنه ظلمني وما لي من ناصر إلاك، اللهم احبسه في جلده وعذبه. فما مات هذا حتى أصابه الفالج فيبس نصف جسمه وبقي نصفه حي، دخلوا عليه وإذ به يخور كما يخور الثور ويقول: أصابتني دعوة الإمام أحمد مالي وللإمام أحمد مالي وللإمام أحمد. ثم يقول: والله لو وقع ذباب على نصف جسمي لكأن جبال الدنيا وقعت عليه، أما النصف الآخر فلو قرض بالمقاريض ما أحسست به. فإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. في الأثر أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لا تنصرفون اليوم ولأحد عند أحد مظلمة، وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن البناء صعب جد صعب، والهدم سهل جد سهل، فما يبنى في مئات الأعوام من المدن والقرى والقصور والدور يمكن هدمه في لحظات، وما يبنى من الأخلاق والقيم والمثل في قرون يمكن هدمه في أيام وليال. ما رأيكم يا أيها الأحبة إن كان هناك 1000 بان ووراءهم هادم واحد، هل يقوم البناء؟ كلا، لا يمكن أن يقوم. فما رأيكم إن كان الباني واحدا والهادم 1000؟ أرى 1000 بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلفه 1000 هادم؟ وسائل في غالبها تهدم، ومجتمع في بعض أفراده يهدم، ومدارس في بعض أفرادها تهدم، وشوارع تهدم، وأندية تهدم، وبنات قلة إذا قيسوا بهؤلاء الهادمين. لكن الحق يعلو والباطل يسفل، فهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ظل من كانت العميان تهديه. علمتني الحياة في ظل العقيدة ألا أيأس وألا أقنط، وأن أعمل وأدعو إلى الله ولا أستعجل النتائج، وأن أبذر الحب قطفت جنيه أم لم أقطف جنيه، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
لو تأملت أخي الحبيب قصة نوح عليه السلام الذي لطالما دعا بالليل والنهار بالسر والإعلان لم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، والدعوة لمدة 950 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، قيل 12 وغاية ما قيل أنهم 80، بمعنى أنه في كل 85 سنة يؤمن واحد، أو في كل 12 سنة يؤمن واحد، ولم ييأس صلوات الله وسلامه عليه وما كان له أن ييأس. ها هو صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه شيء، ولم ييأسوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وها هم أصحاب القرية، قرية أنطاكية، يرسل الله إليهم رسولين فكذبوهما، فعزز بثالث فكذبوه، 3 رسل إلى قرية واحدة، ثم يقوم داعية من بينهم قد آمن بالله الذي لا إله إلا هو، فما كان منهم إلا أن قتلوه، فما النتيجة؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا أيها الأحبة، النملة تلكم الحشرة الصغيرة تعمل وتجمع الحب في الصيف لتأكله في الشتاء، ينزل المطر فتخرجه من جحورها ومن مخازنها لتعرضه للشمس، ثم تعيده مرة أخرى، تحاول صعود الجدار مرة فتسقط، ثم تحاول أخرى وتسقط، ثم تحاول 2 و3 و4 حتى تصعد الجدار. أفيعجز أحدنا أن يكون ولو كهذه العشرة؟ يا أيها الأحبة، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إن الله جل وعلا يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ثم ماذا قال بعدها؟ فذكر إنما أنت مذكر. وكأنه يريد من الذين يذكرون، وكأن الله عز وجل يريد من الذين يدعون إلى الله أن يأخذوا صبر الإبل وسمو السماء وثبات الجبال وذلة الأرض للمؤمنين، ثم بعد ذلك فذكر إنما أنت مذكر. ليس لليأس مكان عند المؤمن، وليس للقنوط مكان عند المؤمن. ها هو رجل يركب البحر وتنكسر به سفينته، فيسبح إلى جزيرة في وسط البحر ويمكث 3 أيام لم يذق طعاما ولا شرابا، ويئس من الحياة فقام ينشد يقول: إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب. لا يمكن أن يكون القار كاللبن ولا يمكن أن يشيب الغراب، معنى ذلك أنه يئس وأيقن بالموت. وإذ بهاتف يهتف ويقول: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. وبينما هو يسمع هذا النداء وإذ بسفينة تمر فيلوح لها فتأتي وتحمله، وإذ على ظهر السفينة أحدهم يردد منشدا: عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر، ولن يغلب عسر يسرين. فاعمل أخي، لا تيأس وابذل الحب، فعليك بذر الحب لا قطف الجنى، والله للساعين خير معين. ستسير فلك الحق تحمل جنده، وستنتهي للشاطئ المأمون، بالله مجراها ومرساها، فهل تخشى الردى والله خير ضمين. ولنا بيوسف أسوة في صبره، وقد ارتمى في السجن 9 سنين. لا يأس يسكننا فإن كبر الأسى وطغى، فإن يقين قلبي أكبر، في منهج الرحمن أمن مخاوفي، وإليه في ليل الشدائد نجأر. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن أنظر في أمور دنياي إلى من هو تحتي، فذلك جدير أن لا أزدري نعمة الله علي، وأن أنظر في أمور آخرتي إلى من هو فوقي، فأجتهد اجتهاده لعلي ألحق به وبالصالحين. فلا أحقد على أحد ما استطعت، ولا أحسد أحدا ما استطعت. يقول أحدهم عن ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: وددت والله أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه.
يقول والله ما رأيته يدعو على أحد من خصومه بل كان يدعو لهم. جئته يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه. قال فنهرني واسترجع وحوقل وذهب إلى بيت الميت فعزاهم وقال إني لكم مكان أبيكم فسلوا ما شئتم. فسروا به كثيرا ودعوا له كثيرا وعظموا حاله ولسان حالهم والله ما رأينا مثلك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسان. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ماذا استفاد الحاقدون ماذا استفاد الحاسدون؟ ما استفادوا إلا النصب وما استفادوا إلا التعب وما استفادوا إلا السيئات. ووالله لن يردوا نعمة أنعمها الله على عبد أيا كان. ولله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن من عرف الحق هانت عنده التضحيات فيتعالى على متع الحياة وعلى زخارفها لأنه ينتظر متعة أبدية سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فيقدم مراد الله على شهواته ولذائذه ويقدم مراد الله على كل ما يلذ لعينه وما يلذ لقلبه فيسعد في دنياه ويسعد في أخرى. في الأثر أن الله جل وعلا يقول وعزتي وجلالي ما من عبد آثر هواي على هواه أي قدم مراد الله على لذائذ نفسه إلا أقللت همومه وجمعت له ضيعته ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الغنى بين عينيه واستجرت له من وراء كل تاجر. ها هو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دميم الخلقة لكنه رجل أعطاه الله من الإيمان ما أعطاه وما ضره أنه دميم الخلقة. تقدم ليتزوج من أحد البيوت كلما تقدم إلى بنت رفضته لأنه دميم الخلقة ولأنه قصير لا ترغب فيه النساء. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أصحابه ويقول يا رسول الله أليس من آمن بالله وصدق بك يدخل الجنة ويزوج من الحور العين أو كما قال؟ قال بلى. قال فما بال أصحابك لا يزوجوني؟ قال اذهب إلى بيت فلان وقل لهم رسول الله يطلب ابنتكم. فذهب إلى بيت رجل من الأنصار وطرق الباب عليهم فخرج صاحب البيت فسلم عليه وقال رسول الله يطلب ابنتكم. قالوا نعم ونعمة عين من لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نسب نريد غير هذا النسب؟ قال لكنه يطلبها لي أنا. قال الله المستعان أو كما قال. ثم ذهب ليستشير زوجه فأخبرها بذلك فقالت رسول الله يطلب ابنتنا نعم ونعمة عين. قال لكنه يطلبها لفلان وسماه باسمه. فما كان منها إلا أن ترددت وقالت أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان؟ ألم يجد رسول الله غير هذا؟ وكانت البنت التقية العابدة الزاهدة التي تقدم مراد الله على لذائذ وشهوات النفس تسمع ذلك فخرجت إليهم وقالت ما بكم؟ قالوا إن رسول الله يطلبك لفلان. قالت وما تقولان؟ قالوا نستشير ونرى. قالت أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تذهبان من قول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ادفعوني إليه فإن الله لا يضيعني. ويسمع الرجل وينتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره الخبر وتبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم ويفرح بها ويدعو لهذه المرأة ففازت بدعوته صلى الله عليه وسلم. قيل أن المال كان يأتيها لا تعلم من أين يأتيها. وفي ليلة الزفاف ليلة الدخول إذ بمنادي الجهاد ينادي يا خيل الله اركبي. هنا يقف موقف أيدخل على زوجته في أول ليلة في كامل زينتها
أم يجيب داعي الله جل وعلا؟ ما كان منه إلا أن ترك هذه البنت وانطلق يطلب الحور العين وذهب وانتهت المعركة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه فيقول: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وما فقدوا هذا الرجل خفي تقي. قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وما فقدوه. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: لكني أفقد أخي جليبيبا، قوموا معي لنطلبه في القتلى. ذهب يبحث عنه صلى الله عليه وسلم ووجده قد قتل 7 من المشركين وقتلوه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعيه ومسح التراب عن وجهه وقال: قتل 7 من المشركين وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. لا إله إلا الله. ماذا قدم هذا الرجل؟ قدم قليلا وأخذ كثيرا وكثيرا وكثيرا. وها هو الشيخ الحامد أحد مشايخ الشام عليه رحمة الله، ذلك الورع التقي كما نحسبه، يتوفى أخوه الأكبر فيثني على علمه ودينه في يوم من الأيام، فيقولون له: كيف أولاده وزوجته؟ قال: لقد تحولت زوجته بالأمس إلى منزل آخر، والله ما رأيتها خلال 12 عاما وهم يسكنون معي في المنزل إلا يوم خرجت، وكانت مولية ظهرها لنا وألقت علينا السلام. تعيش معه ولم ينظر إليها ولم يجلس معها وهم في بيت واحد، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحم الموت، الحم الموت. لقد آثر أن يكون خطيب جامع عن أن يكون رئيسا للقضاة في عهده فرحمه الله. وها هو صحابي اسمه أبو لبادة يختلف مع يتيم على نخلة كانت بين بستانين لهما، يدعي اليتيم الصغير أن هذه النخلة له، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعاين المكان، فإذا النخلة في بستان الصحابي أبي لبادة، فيحكم بها لهذا الصحابي فتذرف دموع اليتيم. ما كان لرسول الله أن يغير حكمه أبدا، لأنه العدل والحق، لكنه أعلن عن مسابقة. قال لأبي لبادة: أتعطيه النخلة ولك بها عذق في الجنة؟ لكنه كان مغضبا، إذ كيف يشكوه والحق له. كان في المجلس رجل يبحث عن مثل هذه الأمنية، فقال، وهو أبو الدحداح عليه رحمة الله، قال: يا رسول الله، ألي العذق في الجنة إن اشتريت نخلته بحديقتي وأعطيتها هذا اليتيم؟ قال: لك العذق. فما كان من أبي الدحداح إلا أن لحق بأبي لبادة رضي الله عنه وقال: أتبيعني النخلة بحديقتي كلها ببستاني كله؟ قال: بعتكها لا خير في نخلتي شكيت فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فباعه إياها. فذهب أبو الدحداح ودخل ونادى أم أبي الدحداح وأولاد أبي الدحداح أن اخرجوا فقد بعناها من الله بعذق في الجنة، حتى قيل أن بعض أطفاله في أيديهم بعض الرطب فكان يأخذه ويقول: قد بعناه من الله، ويرميه في البستان. خرج ولم يكتف بذلك، ولم يرضى ثمنا للجنة إلا أن يقدم دمه ليزهق في سبيل الله عز وجل. وتأتي موقعة أحد ويشارك الجيش، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حالة تعلمون في آخر المعركة قد شج وجهه وكسرت رباعيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولم ينس أصحابه في تلك اللحظة الحرجة. يمر فإذا هو بأبي الدحداح فيمسح التراب عن وجهه ويقول: يرحمك الله، كم من عذق مذلل الآن لأبي الدحداح في الجنة. ماذا خسر أبو الدحداح؟ خسر تراب وشجيرات ونخيلات، لكنه فاز بجنة عرضها الأرض والسماوات، وذلك هو الفوز. ومن عرف الحق هانت عنده التضحيات. علمتني الحياة في ظل العقيدة ألا أحقر شيئا مهما قل، بل أتعلم وأعمل وأدأب وأداوم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأحب العمل أدومه إلى الله وإن قل، والقليل إلى القليل كثير، وإنما السيل اجتماع النقط. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط،
يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن أحسن الظن بالمؤمنين، وأن أحملهم على خير المحامل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ذلك الخلق الذي لا يتصف به حقا إلا المؤمنون، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ها هو أبو أيوب بعد حادثة الإفك التي عاش فيها نبينا صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا من المحنة والابتلاء، يوم رمي في عرضه وفي صميم دعوته وفي قواعد رسالته. يأتي أبو أيوب بعد أن تنزل البراءة من فوق 7 سماوات إلى أم أيوب ويقول: يا أم أيوب، أرأيت لو كنت مكان عائشة أيمكن أن تفعلي ما رميت به عائشة رضي الله عنها؟ قالت: لا والله. قال: فوالله لعائشة خير منك وخير من نساء العالمين. فقالت هي: يا أبا أيوب، أرأيت لو كنت مكان صفوان أيمكن أن تفعل ما رمي به صفوان؟ قال: لا والله. قالت: فصفوان والله خير منك. إحسان ظن بالمؤمنين، وهذا هو الخلق الذي لا يتصف به إلا المؤمنون. بل إن عائشة رضي الله عنها صاحبة المعاناة في حديث الإفك، والذي بقيت وقتا من الزمن لا يرقع لها دموعها وقلبها يتفطر، تسمع رجلا يسب حسان لأن حسان كان ممن وقع وتكلم في حديث الإفك، فتقول: دعوه، أليس هو القائل: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء؟ وهكذا علمتني الحياة. ونتوقف للأذان ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن أعدى الأعداء من لا يواجهك، وإنما يغدر بك ويقتلك ويتقمص شخصك ويتقمص عملك أحيانا لينقض عليك وهو يتبسم. هذا هو أشرس الأعداء، وهو أقوى الأعداء ظاهريا، وإلا ففي باطنه هو على شفا جرف هار. إذا رأيت نيوب الضبع بارزة فلا تظنن أن الضبع يبتسم، إنه النفاق والمنافقون. إن النفاق لآفة فتاكة إن أهملت أدت إلى الأسقام، وقضت على آمالنا في أمة راياتها في البحر كالأعلام. المنافقون ذلكم السوس الذي ينخر في جسد الأمة المسلمة منذ عهد النبوة إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما يريدون أن يتكلم داعية، ما يريدون أن يؤمر بمعروف ولا ينهى عن فاحشة، فقبحهم الله وأرداهم في الحافرة. إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لهم 1000 وجه بعدما ضاع وجههم، فلم تدر فيها أي وجه تصدق. ملعونين أينما ثقفوا، فهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين جراثيم تسمم وبكتيريا عفونة، يتربصون بالمؤمنين الدوائر. خذلوا المؤمنين في أحد وتبوك، ولا زالوا يخذلونهم إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لسان حالهم: لن تستريح قلوبنا إلا إذا لم يبق في الأرض الفسيحة مسلم. يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون. قائدهم وكبيرهم ومنظرهم الذي علمهم الخبث بن سبأ، الذي ظهر في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واندس في الصفوف على أنه مسلم. وكم من مندس في الصفوف على أنه مسلم، ولو كان سهما واحدا لاستقيته، ولكنه سهم وثان وثالث يدير رحاها 1000 كسرى وقيصر، و1000 مدير للمدير مدير. قد تقولون من هم؟ نقول ولتعرفنهم في لحن القول. ظهر هذا الرجل في عهد عثمان، وقام يجوب البلدان ليجمع قطاع الطرق والمفسدين، ليكون عصابة من المنافقين وبعض المغفلين ليفسد نفوسهم على عثمان. وقد نجح إلى حد ما، ونجاحهم دائما مؤقت.
وهو خسارة، وإنما تسميته بالنجاح من باب تسمية اللديغ بالسليم. حتى إنه ليأتي في يوم من الأيام مع عصابته ليدفعهم ليحاصروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه في بيته، لينفردوا به، ليضربه الغافقي بحديدة معه، ثم يضرب المصحف برجله وهو يقرأ منه رضي الله عنه، ليستدير المصحف ويستقر أخرى بين يدي عثمان، ويتخضب بالدماء ويغشى عليه ويجر برجله رضي الله عنه وأرضاه. ويأتي أحدهم بسيفه يريد وضعه في بطنه، فتقيه إحدى النساء بيدها فيقطع يدها قطع الله دابرا، ثم يتكئ بالسيف على صدر عثمان. وبينما هو كذلك إذ وثب شقي آخر على صدره وبه رمق رضي الله عنه، فطعنه 9 طعنات قائلا: أما 3 منها فلله، وأما 6 فلشيء كان في صدري عليه. ثم يثب آخر عليه فيكسر ضلعا من أضلاعه، فلا إله إلا الله، إنها مجزرة دموية يدبرها السبائيون في كل مكان وفي كل زمان، يريدون قطع رأس هذا الدين وكسر أضلاع معتنقيه، والمبرر أنها لله، ولو صدقوا لقالوا 6 منها لما في الصدور، قاتلهم الله أن يؤفكون. وبصيحة لله الصادرة من المنافقين في كل زمان ضاع كثير من شباب المسلمين، وثبط شباب آخرون، وكشفت أسرار، وملئت سجون، وكلها لله كما يزعمون. ولو صدقوا وأنصفوا لقالوا 6 منها لما في الصدور، ووالله إنها لكلها لما في الصدور. حتى وعثمان يذهب به ليدفن، يرجم سريره، ويحاول أن يمنع من الدفن في البقيع، ويقتل معه عبدان كانا يدافعان عنه، ويرمى بهما لتأكلهما الكلاب، ولما تدفن جثتهما بعد. فانظر أخي الكريم كيف وصلت الأمور بالمنافقين إلى أن يقدموا جثثا أعزها الله طعاما للكلاب. لهم أشد على المؤمنين من اليهود والنصارى، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. ولا إله إلا الله. يقول الحسن: لو كان للمنافقين أذنابا لما استطعنا أن نمشي في الطرقات. يقوله على عهده رضي الله عنه وأرضاه. فما نقول نحن الآن، لكن نقول كل سيلقى الله بسريرته وعلانيته، وعندها يتبين من بكى ممن تباكى. يذكر أئمتنا أن رجلا تاب من عمل كان يقوم به وهو من أرذل الأعمال، كان يأتي على قبر الميت في أول ليلة من لياليه فيفتح القبر ويسرق الكفن ويذهب ليبيعه. هذه حالته لفترة طويلة، ثم ترك هذا العمل. فسئل قيل له: لم تركت هذا العمل؟ قال: والله لقد فتحت 1000 قبر من قبور أهل القبلة، فما وجدت واحدا منهم موجها إلى القبلة، وأنا أفتحه في أول ليلة من ليالي الدفن. فما الذي حوله عن القبلة؟ ما الذي حوله عن ذلك إلا ما كان يظهر هنا ويسر، ما كان يخادع به هنا ظهر هناك. بيننا وبينهم يوم تبلى السرائر، بيننا وبينهم يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. وأقول مع ذلك: فتنبهوا يا معشر الإسلام من أحلامكم في الضعف في الأحلام، لا تغفلوا عن حاقد يقظان يرقب نومكم كالوحش في الآجام. حرب المعاصي والنفاق صراحة ليست سوى حرب على الإسلام. لا تقل زال عصر النفاق، فلكل عصر رجاله. ما زال فينا ألوف من بني سبأ يؤذون أهل التقى بغيا وعدوانا، ما زال لابن سلول شيعة كثروا أضحى النفاق لهم وسوا وعنوانا. لكن أخي لا تبتئس، فالكون يملكه رب إذا قال كن في أمره كان، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، والمؤمنون على عناية ربهم يتوكلون، لا خوف يرهبهم ولا هم في الحوادث يحزنون. لو مر واحدهم على فرعون يرتز الرؤوس لأراك في الإفصاح هارونا وفي الإقدام موسى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. علمتني الحياة في ظل العقيدة أنه لا نجاح للدعوة
ولا ثمرة لها إن نحن أعطيناها فضول أوقاتنا، إذا لم ننس معها طعامنا وشرابنا وراحتنا، إذا لم نجند كل طاقاتنا فلن نفلح في إيصال الأمانة التي كلفنا الله بها. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. لم يدع فرصة لكسول ولا لخامل ولا لتنبل ولا لبطال، بلغوا عني ولو آية. ألا فليكن الوجود للإسلام والرسالة الإسلام والهوية الإسلام، له نحيا وبه نحيا وعليه نموت. حزننا لله وغضبنا لله ورضانا لله، حياتنا لله ومماتنا لله. لسان حال الواحد منا قد اختارنا الله في دعوته، وإنا سنمضي على سنته، فمنا الذين قضوا نحبهم ومنا الحفيظ على ذمته. ها هو نوح يدعو ويسعى كما سمعتم قبل قليل، لا يفتر ولا يأس بالليل والنهار لمدة 950 عام. ماذا بقي في حياة نوح لم يسخر للدعوة إلى الله جل وعلا؟ وما النتيجة؟ لم يؤمن معه كما سمعتم إلا قليل. وها هو صلى الله عليه وسلم يحمل هم هذا الدين ويثقل الهم به حتى يواسيه ربه سبحانه بقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يريد حياتهم ويريدون موته، يريد نجاتهم ويريدون غرقه، يأخذ بحجزهم وهم يتهافتون كالفراش على النار. ثم انظر من بعده إلى صحابته رضوان الله عليهم، تجد حياتهم قد أوقفت لله رب العالمين، في اليقظة يعملون لهذا الدين، في الليل يعملون لهذا الدين، أمانيهم حتى لخدمة هذا الدين لم تكن حول قضايا شخصية ولا هموم أرضية. يجمع عمر أصحابه يوما من الأيام ويقول: تمنوا. فيقول أحدهم: أتمنى أن يكون معي ملء هذا البيت جواهر فأنفقها في سبيل الله. فيقول الآخر: أتمنى أن يكون معي ملء هذا البيت ذهبا أنفقه في سبيل الله. فيقول عمر: لكني أتمنى أن يكون معي ملء هذا البيت رجالا أستعملهم في طاعة الله. حملوا هم هذا الدين. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. لكن هل أعجبتك خصالهم؟ إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. ليسأل كل واحد منا نفسه: كم جعل من وقته للدعوة إلى الله؟ ماذا قدم لدين الله عز وجل؟ ماذا قدم لنفسه؟ كم اهتدى على يديه؟ إن الإجابات واضحة ومخجلة. لم نعطي للدعوة سوى فضول أوقاتنا وسوى فضول جهودنا إلا عند من رحم الله، لكن الفرصة لا زالت قائمة. فجد واجتهد عبد الله وسارع، فستبقى طائفة على الحق منصورة. فجند نفسك أن تكون في ركاب هذه الطائفة. فإن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإنا لندعو الله حتى كأنما نرى بجميل الظن ما الله صانع. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن صوت الحق لا يخمد أبدا إذ هو أبلج، والباطل زبد لجلج. الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة، والحق يعلو والأباطل تسفل، والحق عن أحكامه لا يسأل. وإذا استحالت حالة وتبدلت فالله عز وجل لا يتبدل. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف صفا واحدا في بداية دعوته، والبشرية كلها ضده تريد إطفاء النور الذي جاء به، ومع ذلك خسئوا وما كيد الكافرين إلا في ضلال. يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره الفاسقون. ويأتي صحابته من بعده صلى الله عليه وسلم فيصدعون بالحق لا يخشون في الله لومة لائم. ومن بعدهم وإلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تزال هناك طائفة فيها خير عظيم قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولئلا نيأس ولئلا نقنط نأتي بهذه الحادثة. ها هو الشيخ عبد الحميد الجزائري رحمه الله كما ورد في تاريخ الجزائر، ورد أن المندوب الفرنسي أيام الاستعمار كان يقول بكل صراحة: جئنا لطمس معالم الإسلام. واستدعى الشيخ عبد الحميد وقال له: إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار، وإلا أرسلت الجنود لقتل المسجد وإخماد أصواتكم المنكرة. فقال الشيخ بثبات المؤمن: إنك لن تستطيع. فاستشاط غضبا وأرغى وأزبد وقال: كيف؟ قال: إن كنت في حفل عرس علمت المحتفلين، وإن كنت في اجتماع علمت المجتمعين، وإن ركبت سيارة علمت الراكبين، وإن ركبت قطار علمت المسافرين،
وإن دخلت السجن أرشدت المسجونين، وإن قتلتموني ألهبتم مشاعر المسلمين، وخير لكم ثم خير لكم ثم خير لكم ألا تتعرضوا للأمة في دينها، فوالله ما نقاتلكم إلا بهذا الدين، ووالله ما نقاتلكم إلا لهذا الدين. إذا الله أحيا أمة لن يردها إلى الموت جبار ولا متكبر. ديننا الحق والكفر ذا دينهم، كل دين سوى ديننا باطل. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن الأذى لا يهزم دعوة أبدا، ولن يصل الطغاة إلى قلب مؤمن مهما فعلوا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ها هو أبو بكر النابلسي عليه رحمة الله، ذلكم الزاهد الورع العالم، يوم ملك الفاطميون الروافض بلاد المغرب بلاد مصر، عطلوا الصلوات وحاربوا أهل السنة وذبحوا من علماء السنة الكثير، واستدعى المعز أبا بكر النابلسي عليه رحمة الله فقال له: بلغني عنك أنك قلت لو أن معي 10 أسهم لرميت الروم ب9 ورميت الفاطميين بسهم. قال: لا. فظن أنه رجع عن قوله. قال: كيف؟ قال: قلت ينبغي رميكم أيها الفاطميون ب9 ورمي الروم ب10. فأرغى وأزبد وأمر بضربه في اليوم الأول، ثم أمر بإشهاره في اليوم الثاني، ثم أمر في اليوم الثالث بسلخه حيا. فجيء بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن حتى أشفق عليه اليهودي، فلما وصل في سلخه إلى قلبه طعنه بالسكين ليلقى ربه، فكان يسمى بالشهيد. علو في الحياة وفي الممات. فهل انتهت دعوة أبي بكر بقتل أبي بكر؟ هل خلف أبو بكر أحدا؟ نعم، خلف أبو بكر ألف أبي بكر من أهل السنة، وأهل السنة يقوم بذمتهم أدناهم. إذا سيد منا مضى قام سيد طؤول بما قال الكرام فعول. وهكذا فكم عالم سقط على الطريق وعاشت كلمة الحق، وكم عالم عذب وأهين من أجل أن تبقى كلمة الحق عالية وبقيت كلمة الحق، وكم من عالم حرم جميع حقوقه من أجل أن يحفظ حق الله وبقيت كلمة الحق. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني. ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو كبح إيماني ورد يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي حافظي ومعيني. علمتني الحياة في ظل العقيدة الإسلامية أن سهام الليل لا تخفي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فإذا ادلهمت الخطوب وضاقت عليك الأرض وعز الصديق وقل الناصر وزمجر الباطل وأهله ودعم الفساد وأهله وكبت الحق وأهله ونطق الرويبضة وغدا القرد ليثا وأكلتت الغنم، فارفع يديك إلى من يقول ادعوني أستجب لكم. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين. يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وبحمده. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 44000789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.